السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنكمل كتاب الطفل ذو العقل الكامل، الجزء الثاني. عنوان الجزء هو عقلين افضل من عقل واحد. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن التكامل بين الفصين الايمن والايسر، وقلنا ان الفص الايسر اللي هو الشمال مسؤول عن المنطق والترتيب واللغه والكلمات والالفاظ والقوائم، وان الفص الايمن هو مسؤول عن النظرة الشمولية اللي هي المشاعر والعلامات غير اللفظية، الخيال وتعبيرات الوجه، وان الفص الايمن بيتأثر بالجزء الاسفل من المخ. والايسر مسؤول عن النص، انما الايمن مسؤول عن السياق. وفهمنا ان اللي بيسيطر عند الاطفال هو الفص الايمن اللي هو المسؤول عن المشاعر. بس لما انت تلاقي ابنك بيبدأ يسأل بقى ويقولك ليه، وده بتاع ايه، وبيعمل ايه، وليه وليه وليه، تعرفي ان الفص الايسر بدأ يشتغل، بس برضو ما زالت السيطرة للفص الايمن. طيب احنا ازاي نخليه يتعامل بالفص الايمن والفص الايسر عشان يعيش حياة متوازنة ويبقى فيه تكامل بين الفصين؟ في 12 استراتيجية الكاتب بيتكلم عنهم في الكتاب. أول استراتيجية اللي هي التواصل ثم إعادة التوجيه، اللي هي connect and redirect. بيحكي الكاتب إن في واحدة اسمها تينا دي عندها ابن عنده 7 سنين. صحى ابن تينا ده في يوم من الأيام بالليل، يقول لها أنا غضبان لأن عيد ميلادي بعد 10 شهور وأنا ما بحبش أعمل الواجب. طبعا جملة غير منطقية أصلا، مش مركبة مع بعضها. في الوقت ده بيكون الفص الأيمن هو اللي مسيطر على المخ، فمفيش منطق أصلا، فبيكون في فيضان مشاعر. المخ ما بيقدرش يستعمل الجزء الأيسر اللي هو المسؤول عن المنطق. طيب في الوقت زي ده طبعا احنا كلنا بنتعرض لمواقف زي دي، تلاقي ابنك او بنتك بتقول جملة غير منطقية بالمرة. طيب اعمل ايه في الوقت ده؟ التعامل بالمنطق والكلام المنطقي مش هيجيب معاه نتيجة. اعمل ايه؟ اول حاجة اعملها ان انا استجيب للفص الايمن بتاع المشاعر عند ابني. اول حاجة استجيب للحاجات العاطفية. اعمل ايه؟ احسسه ان انا حاسس بيه، مقدر مشاعره، مقر للمشاعر دي. يعني ايه؟ تقول له انا حاسس بيك، انا عارف ان انت زعلان، انا عارف ان انت متضايق في الوقت ده. ايوه انت من حقك ان انت تزعل، من حقك ان انت تتضايق، معقول؟ ايوه والله هي دي الطريقة الصحيحة في التعامل مع مخ ابنك. اتبع الخطوات دي. اول حاجة حسسيه ان انت حاسة بيه، تاني حاجة حسسيه ان انت مقدرة مشاعره، تالت حاجة اقر المشاعر دي مهما كانت بقى المشاعر دي غير منطقية، او انت حاسة ان الواد ده هبل مثلا، ولا ايه الكلام اللي هو بيقوله ده. لعلمك في مشاعر عند الطفل، يعني مثلا لو ابنك لعبته ضاعت ده بيعادل عندك مثلا في حياتك انت الطبيعية لو انت اتفصلتي مثلا من الشغل. دي بتبقى تجارب حقيقية عند الطفل، بيبقى فعلا حاسس بالمشاعر دي. طيب الكاتب بيقول ان بعد ما تتواصلي مع الفص الايمن بتكون اعادة التوجيه للفص الايسر اللي هو المسؤول عن المنطق بتكون اسهل واسرع. بس ساعات الطفل بيكون وصل لنقطة اللا عودة، هو بيسميها الكاتب كده نقطة اللا عودة، اللي هو بيكون عنده عاصفة مشاعر بقى وغضب جامدة جدا. والكاتب بينصحك في الوقت ده ان انت تسيبي موجة المشاعر دي ترتطم، علشان خاطر بعد كده يقدر يهدى. يعني لازم هو يفجر موجة المشاعر بتاعته دي علشان خاطر يقدر يهدى. طيب اعمل ايه ساعتها بقى؟ ما تجيش بقى تقولي ده هو دلوقتي مش بيتعامل بالمنطق او مخه مش بيفكر بالمنطق فانا هتنزل بقى عن القواعد والحدود اللي انا حطاها. لا، يعني كده غلط. في الوقت ده انا هشتغل ابني مثلا وابعده عن الناس الموجودين، هدخله اوضة تانية. هو في عز موجة الغضب بتاعته والنرفزة والترفيس بقى، ممكن يصرخ، ممكن يكون بيكسر. في اطفال بتوصل معاهم نوبة الغضب بتكون عالية جدا. في الوقت ده انا اشتاله اوديه اوضة تانية. الكاتب ما بينصحش ان انتي تسيبي الطفل لوحده، لا، خديه دخليه في الاوضة وتكوني معاه
تسيبيه لحد ما يفرغ موجة الغضب بتاعته خالص، بس تكون بعيد عن الناس. وبعدها بعد ما يهدى خالص وتنزل ثورة الغضب بتاعته، ابدأ بقى اتعامل معاه ان انا اتكلم ايه اللي حصل، ايه ايه نتائج اللي حصل ده، ايه عواقب نوبة الغضب اللي انت عملتها دي. انت عملت تصرفات غير مقبولة، 1 2 3، وكانت نتيجتها 1 2 3. هنا بقى ببدأ ايه اتعامل مع الفص الايسر، بس لما يكون الفص الايمن هدي خالص وفرغ كل طاقة المشاعر بتاعته. الكاتب هنا بيدي مثال، بيقولك تخيل لا قدر الله مثلا ان الطفل بيغرق، وانت لازم دلوقتي تشتاله تنقذه توديه على الشط. قبل ما تقوله ايه، مش انا قلتلك ما تعومش بعيد، او مش انا قلتلك ما تروحش هناك مرة تانية. اول حاجة لازم تنقذ الطفل من عاصفة المشاعر بتاعته قبل ما توجهه للمنطق. يبقى اول استراتيجية هي التواصل ثم اعادة التوجيه اللي اتكلمنا عنها. تاني استراتيجية اللي هي نمت تتمت، يعني سميها باسمها، يعني اقدر اوصف مشاعري او احكي الحكاية. كاتب بيقول ان ممكن تسيطر على الطفل مشاعر فيها لحظات مؤلمة مخيفة او محبطة. زي ايه مثلا؟ زي انه يكون مثلا وقع وجرح ركبته اتعور، او يعني اللعبة بتاعته ضاعت منه. دورنا كآباء في الوقت ده ايه؟ كاتب بيقول ان احنا نستدعي الفص الايسر علشان الطفل يبدأ يفهم اللي حصل، يفهم حصل له ايه. طيب يعني معقول لما ابني يحكي لي الموقف اللي حصل له او الحاجة اللي مضايقاه ده هيخلي تفكيره منطقي ويخلي المخ يعمل بشكل متكامل؟ ايوه طبعا. ليه بقى؟ لان هو لما يحكي اللي حصل بيحول التجربة الى كلمات، واحنا اتفقنا ان التجربة دي اللي هي المشاعر مسؤول عنها ايه؟ الفص الايمن. والكلمات لما هو يحكي الحكاية بيسردها وبيرتبها عن طريق ايه؟ عن طريق الكلمات اللي هي مسؤول عنها ايه؟ مسؤول عنها الفص الايسر. وبعد كده يرجع يستخدم الفص الايمن في انه بيستعيد المشاعر دي. طبعا لما بيحكي اي موقف او قصة يستعيد المشاعر اللي حصلت له في الوقت ده، وهنا بيستخدم برضو ايه؟ الفص الايمن. بس الكاتب بيقول ان في شروط. ايه الشروط؟ ان احنا لازم نحترم رغبة الطفل في انه ازاي يحكي وامتى يحكي. في مثلا ممكن يحصل اي موقف يضايق الطفل، ولما نرجع البيت الام او الاب يبقى مصر ان الطفل يحكي له، والطفل مش عايز يحكي دلوقتي. الكاتب بيقول احترم رغبة طفلك في انه امتى يحكي، وممكن كمان تشجعه على انه هو يحكي. ازاي؟ بانك انت تبدأي الحكاية، تبدأي مش انت رحت الحضانة والولد زقك، طيب حصل ايه بعد كده؟ لو هو حابب يحكي هيكمل، لو هو مش حابب يحكي خلاص هسيبه دلوقتي وارجع له في وقت تاني. الكاتب بيقول ان الطفل ممكن يكون عنده استعداد انه يحكي لك تفاصيل اكتر لو هو مشغول بحاجة تانية، لو هو مثلا بيلعب بالمكعبات، او ممكن برضو تخليه يرسم، تجيبيله الوان وورق وتخليه يرسم ايه اللي حصل. لو هو عنده موهبة الرسم دي هو ساعتها هيطلع مشاعره في الرسم ده. او لو طفل اكبر شوية هاتيله قلم برضو وكراسة وممكن يكتب اللي حصل له على شكل قصة. بس الكاتب يعني بينصح ان تكوني انتي هادية او والطفل كمان هادي علشان خاطر تتعاملي بشكل افضل مع الموضوع، لان ممكن يحكي لك تفاصيل انت لو انت مش هادية ممكن تتنرفزي وتقلبي الموقف خالص يبقى مش في صالحك. الكاتب بيقول ان اللي بيحتاجه الاطفال في تجربة مشاعر قوية وجديدة عليهم هي ان يساعدهم شخص ما، ممكن يكون الاب او الام او شخص ثالث خالص، في انه يساعدهم على استخدام الفص الايسر. هيعملوا ايه بقى بالفص الايسر ده؟ الفص الايسر ده اللي هو مسؤول عن ايه؟ هم اول حاجة يدركوا ما حدث، تاني حاجة يفهموا اللي حصل، تالت حاجة يحطوا الاحداث دي في ترتيب، رابع حاجة تسمية تلك المشاعر. يعني ايه؟ يعني يحكي اللي حصل له، يوصف مشاعره.
ده طبعا بيتعامل معاه الفص الايسر، اللي هو زي ما قلنا مسؤول عن ترتيب الاحداث وعن الكلمات. يبقى احنا كده بنعمل تكامل بين الفص الايمن المسؤول عن المشاعر والفص الايسر المسؤول عن ايه؟ عن الكلمات. الكاتب بيقول ان في بعض الاباء بيتجنبوا ان هم يتكلموا مع اطفالهم عن التجارب المؤلمة اللي حصلت لهم، وبيقولوا ان لما نرجع نتكلم او نحكي في التجربة دي، ده بيخلي الطفل ألمه يزيد او بيعزز احساس الألم عند الطفل. الكاتب بيقول بالعكس، الحكاية ان انتي تخلي الطفل يحكي اللي حصل، ده هو ده بالظبط اللي الطفل عايزه. هو ده بالظبط اللي الطفل عايزه. ليه؟ لان العقل في الوقت ده بعد ما يكون في تجربة قوية ومشاعر قوية جت على العقل ده، بيكون عنده حافز او دافع. هو عايز يفهم ازاي الحاجات بتحصل، ازاي حصل له الموقف ده. فالعقل بيفضل يحاول ويحاول ويحاول ان هو يفهم الاحداث دي لحد ما يوصل لنتيجة ناجحة بالنسبة له ومرضية تفهمه وترضيه. في الكاتب بيقول مثال ان كان في اب وبنته. كانت البنت دي بتحب المدرسة جدا، وكان ابوها كل يوم يوصلها المدرسة لحد ما في يوم من الايام البنت دي مرضت في المدرسة، والمدرسة اتصلت بيه وهو راح اخدها ووداها المستشفى. وبعد كده البنت بقت ترفض ان هي تروح المدرسة، وساعة ما تروح المدرسة تقعد تبكي، مش عاوزة تروح للمدرسة. هنا الكاتب هيدينا مثال ازاي الاب ده يتعامل من خلال استراتيجيات في التعامل مع عقل بنته. ازاي هيخاطب الجزء الايسر اللي هو المسؤول عن المنطق عند بنته. الاب هنا فهم ان بنته عقلها ربط احساس المرض بالمروح للمدرسة. فاول حاجة قال لها ايه؟ قال لها انتي زعلانة ان انتي عيتي في المدرسة؟ ايوه انتي عندك حق. يبقى هو هنا عمل ايه؟ تواصل مع الفص الايمن، اقر المشاعر وقدرها. تاني حاجة هو بيسألها، ففي تواصل. البنت بتقوله ايوه، لا فعلا ايوه انتي عندك حق، بس انتي بعد ما عيتي مش المعلمة بتاعتك كلمتني وانا جيت بسرعة؟ هو هنا بيعمل ايه؟ بيعمل اعادة توجيه للفص الايسر. قالت له ايوه فعلا. قال لها طيب ومش انا اخدتك للمستشفى والطبيب كشف عليكي وادالك علاج وانتي بعد كده بقيتي كويسة؟ قالت له ايوه فعلا. قال لها طيب خليكي متأكدة ان انتي دايما لو حصلك اي موقف في المدرسة المعلمة هتتصل بيا وانا هاجي بسرعة. هنا هو عمل تواصل مع الفص الايمن واعادة توجيه للفص الايسر، وعمل كمان سرد القصص بانه هو حكى القصة وخلاها هي كمان تكمل معاه. فهي كده عملت ترتيب للأحداث واستخدمت المنطق. كده نكون احنا اتكلمنا في استراتيجيتين من ال 12 استراتيجية اللي الكاتب بيشرحهم في كتاب الطفل ذو العقل الكامل. ان شاء الله هنكمل بقية الاستراتيجيات دي على حلقات في فيديوهات منفصلة. اتمنى ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتس ايه رأيكم في الكلام ده. هل انتم موافقين على وجهة نظر الكاتب ولا لا؟ اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. لو اول مرة تشوفي القناة متنسيش تعملي اشتراك، ولو الفيديو عجبك اعملي لايك. وعلى فكرة انا مش بزعل من الديسلايك ولا حاجة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.